دي لوبيا؟ لوبيا. لا انا بحب الفاصوليا الخضراء. لا انا بحب اللوبيا. انا بحب الفاصوليا. يا عم مش بالراحه، كان قلت لك مش في ينفع على الناس خالص والله. انا ماشي في كله ممكن يبقى في النص هنا. انا لسه سايقه طالع منه دلوقتي. ايه؟ لسه سايقه طالع منه والله. ما هو اتلقى اهو. ده السمسم، بص السمسم عامل ازاي. ده هما لسه ساقيين. هما بيقولوا لسه سايقين. كله مقطع للجمعه بقى وايه. خلاص على كده. ما هم عملوا حسابهم ان السوق النهارده مش مقطع بقى للسوق وسايق. مش بكره. روحي خدي دي انا. شوفي اللي في الوش هنا اهي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده زي ما انتم شايفين كده انا بجيب كرنبه. بس قبل اي شيء وقبل ما نخش في الفيديو، ما تنسوش ندعوا لاخواتنا في غزه يا جماعه وفلسطين، ربنا يثبتهم ويقويهم ويحتسب الشهداء عند ربنا كده يا رب، شهداء رزقهم الفردوس الاعلى. وندعي لهم وربنا يصبرهم يا رب، ويصبر ذويهم على اللي هم فيه، وينصرهم يا رب. ادعوا لهم كده ربنا ينصرهم ويقويهم ويثبتهم. انا بقالي دلوقتي 3 اسابيع ما بنزلش فيديوهات. بصراحة انا مش عارفة اشتغل يعني. كلنا كل اللي معانا على الساحة مهتمين باللي بيحصل دلوقتي في غزة وفي فلسطين. فكل يوم بنشوف صور وبشاعة واطفال يعني بصوا ربنا اللي يعلم بالواحد. الفيديوهات عندي بتبقى متسجلة من بدري ومش مش ملناش نفس حتى ننزلها، والله ما لينا نفس نشتغل ولا لينا نفس ننزلها. بس احنا مش بايدينا حاجة يا جماعة والله، غير ان احنا ندعي لاخواننا في غزة. ادعوا لهم ربنا يصبرهم يا رب ويقويهم وينصرهم. ربنا يصبرهم وينصرهم. نخش بقى على الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. انا النهارده كده حبيت ان انا اجيب كرنبايه حلوه كده واعمل شويه محشي بتنجان وكرنب وكوسه، يعني محشي مشكل يعني. فانا طبعا الارض في الاول كانت غرقانه ميه، اللي قبليها كانت مسقيه، فاحنا دخلنا الارض اللي بعدها ونزلنا صاحبه الارض معانا عشان ننقي حاجه حلوه يعني. انا ما بحبش حد ينقي لي، فانا اللي بحب انا اللي بنزل كده اتجول في الارض وانقي الكرنبايه اللي هي بمواصفات معينه انا ببقى عايزاها، اللي هي ايه بقى يا سامية، علشان برضو اعلم الاخوات الحلوين اللي زيكم. بصوا بقى، انا بحب اجيب الكرنبايه تكون مهويه شويه، ما تكونش متكوكه كده وقلت ده هتبقى مليانه وهترمي معايا ورق. لا، هتبقى كلها عروق ومش هترمي ورق ولا حاجه ناصحه وهتتكسر منك، وهتبقى من جوه كده مليفه. يعني ايه؟ هتلاقي فيها جوه كده ولده صغيره بتطلع يعني. لكن لما بتبقى مهويه كده ولا بتبقى طاقه بقى من الجنب، بصوا دي بسم الله ما شاء الله جميله ازاي وناعمه وحلوه، ولا بتبقى طاقه من الجنب ولا بتبقى فيها عروق ولا بتبقى مثلا تحس ان في ورق تايك منها كده. انا خليتها قطعتها لي اهي. ودلوقتي بنقي بقى الفلفل، هنقي البتنجان والفلفل وكل حاجه بقى هنقيها من الغيط. حتى الخضره ان شاء الله باذن الله هناخدها منها برضو صفحه بصفحه كده وكان اول مره ان انا اجرب يا جماعه من ساعه ما سافرت البلد ان انا اجيب الحاجه من الغيط طازه على طول واعملها في يوميها، اعملها في وقتها. ما شاء الله الحاجه بتلمع وبتبقى طعمها حلو ومسكر جدا جدا، غير ما اجيبها من السوق وتقعد لتاني يوم او تالت يوم على ما اعملها. فهنا تلاقيت فرق فعلا الاكل الريفي حلو جدا وكله خير وبركه وصحه. ما بيبقاش متعان بقى في الفريزر ولا في التلاجات، لا اللي انت بتجيبيه من الغيط بتعمليه في يوميها وخلاص على كده. واكل يوم بيومه يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. انا حتى كنت بخزن حاجات كتير الاول، دلوقتي ما بقيتش اخزن الا حاجات بسيطه جدا اللي ممكن ما الاقيهاش في الشتاء او ما الاقيهاش في الصيف. لكن بقيت ماشيه زي ما هما ماشيين، الحاجه اللي موجوده هي اللي بنعملها، بنجيبها من الغيط ونعملها في وقتها كده. طبعا خضار الشتاء كتير بسم الله ما شاء الله بيبقى كتير وحاجته بتبقى حلوه، بالذات الكرنب بتاعه بيبقى بلدي وحلو، غير الكرنب بتاع الصيف بيكون صغنن كده وتخين، ورقته تخينه، وبيكون اسمه كرنب بطه احنا مسمينه كده يعني. فما بيبقاش برضو مسكر زي الكرنب البلدي ده بسم الله ما شاء الله. يعني انا جبت كرنبايه انا هوريها لكم دلوقتي بعد ما اخلص حاجه كده عظمه. بس فدلوقتي بننقي البتنجان وبننقي الفلفل. دي فاصوليا خضراء. انا حبيت بس عمر حب يصورها لكم علشان يقول لكم دي فاصوليا خضراء اهي، برضه هنبقى نيجي ناخد منها فاصوليا خضراء في يوم يعني. المهم هي ما شاء الله من حلاوه البتنجان بيلمع على الشجر. انا بنقي البتنجانه وسط كده اللي هي ايه كله قد بعضه عشان ده هيتحشي هيتقور وهيتحشي.
فهي ايه جابت جردل، وممكن ايه يقابلني واحده كبيره ولا حاجه، فقلت لها لا ده كبير. قالت لي الكبير ده انا هاخده، انا هقليه. قلت لها لا لا لا، انت حطيه وانا هبقى يا ست اخده اقليه من حلاوته. ما رضيتش اسيبه، لا قلت هاخده، ايه المشكله لو جات لي واحده كبيره ولا اتنين ولا حاجه، كده كده هقليه، وهيبقى بيبقى قلبه ابيض ومسكر البتنجان الفلاحي ده. هو هنا كله اسود، بتنجان اسود، مفيش بتنجان ابيض خالص ولا بتنجان مخدد، غير بقى ايه لما بروح السوق بلاقيه يعني. كان هنا معظم المزارعين بيزرعوا البتنجان الاسمر ده زي ما انتم شايفين، بيزرعوا مع الفلفل الرومي بيزرعوا. وبعدين رحنا جبنا الفخار اللي انا قلت لكم عليه، حاجه عظمه اقسم بالله، حاجه عظمه. يعني انا هوريكم بقى، بصوا انا هين عليا اخد كل اللي انتوا شايفينه ده اشتريه. ليه بقى؟ انا بحب اصلا اطبخ في الفخار، وبحب اعمل دايما حاجات الحلويات في الفخار. بصوا اول حاجه ديت لام علي، يعني ديت بقى ايه ام علي. بص الموضوع سهل وبسيط، مفيش بعد كده، مفيش بعد كده كلام. هو رقاق وترش عليه شويه زبده وشويه سمنه ولا حاجه، سمنه بلدي يعني، تدخليهم الفرن يتحمصوا وتحطيهم في الفخاره دي، تغلي لبن على وشها قشطه وتسقي وتدخلي الفرن، وخدي احلى ام علي. عندك كريم شانتيه حطي، عندك اي حاجه حطي زي الفل. الطواجن الصغننه ديت انا بعمل فيها الزبادي. انا جايبه منها 12، جايبه منها بعمل منها الزبادي. هقول لكم على الاسعار. ام علي دي ب15، والتانية اللي انتوا شفتوها ديت ب10. ودي بقى اللي هي بتاعه القهوه، كنكه القهوه. طبعا انتوا عارفين بقى القهوه لما بتعمل في الفخار بتبقى بتوديكوا في حته تانية خالص. كنكه القهوه ديت بادئه من 20، وفي ب30 حاجه زي كده، او احجام هي. الفناجيل بقى الصغيره دي ب5 جنيه، والمج دوت على ما اعتقد كان قال لي ب10 جنيه او اقل، او ب7 جنيه حاجه زي كده. يعني الموضوع بسيط، يعني الحاجه مش غاليه. بصوا انا هقول لكم انا جبت ايه. بصوا انا الاول نفسي اجيب بقى الحاجات اللي هي بغطيان دي، بس لسه يعني ايه ما جبتهاش دلوقتي، بس انا بحب اوريكم دي 3 حلل فوق بعض كده. تقدري بقى تعملي فيها في الفرن، تعملي على الكانون. بصوا انا جبت من الطواجن ديت. دي زي طاسات كده، انا جايبه منها 2. وجبت بقى من الطواجن اللي هي اللي ورا الغويطه دي، عشان اعمل فيها مكرونات. يعني المكرونه مثلا بالفراخ، مكرونه باللحمه المفرومه كده. ودي طواجن مغربي. ودي الطاسات بتدخل الفرن، ممكن تقلي فيها وتحمري فيها عادي برضو. طبعا انا حبيت ان انا اجيب الحاجات دي عشان هستخدمها على الكانون. بصوا دي البلاليز تحت اهيت، وادي القلل بقى بانواعها كلها، ودي السقايات والاكلات اللي انا جبتها للحمام عندي. شايفين الجمال؟ والله العظيم عظمه، والله حاجه كده ترجعك كده بعيد ورا. بصوا دي الحاجات اللي انا جبتها بقى دي، شكلت منها من ده ومن اللي هو اللي بيلمع ده. اللي بيلمع دوت ما بيتحطش على النار مباشر، بيخش الفرن بس، لكن التاني دوت بيخش بقى على النار والفرن وتشقلبي جواه بقى. حاجه كده عظمه اهو ده. ده بقى على قد الطاجن بالظبط. يا رب الفيديو يعجبكم، واستنوني فيديو جديد.